في البداية كده إذا كنت أول مرة تشوفنا اتأكد إنك اشتركت في القناة عزيزي، ويلا بينا ندخل في أحداث الفيلم اللي بتبدأ في وقت متأخر من الليل مع واحدة اسمها ميلا وراكبة عربيتها ورايحة شغلها كالعادة في السوبر ماركت اللي في محطة البنزين زي ونزران كده. المهم بنعرف إن ميلا خجولة جدا وكمان عصبية، وده بيخليها مش مريحة خالص حتى في نظراتها. وكانت زميلتها شيلي دايما بتخلي المهمات الصعبة ليها زي تنظيف الحمامات ورص المنتجات على الرفوف، وحتى كمان تعاملاتها مع الزبائن كانت بتكون غريبة لما حد يسألها عن حاجة، وكمان ممكن تروح لأي زبون وتعمل معاه علاقة. وكان أغلب الزبائن بيتكلموا مع شيلي لأنها أجمل منها، وده كان بيحسس ميلا بالغيرة. والشخص الوحيد اللي كان بيكلم ميلا هو الضابط لو، وكان هو بقى الوحيد اللي ما عندوش مانع يتكلم معاها. وفي المشهد اللي بعده في وقت تاني بيجي شخص اسمه بيلي بيبقى شايل معاه مسدس بس مخبيه. لما دخل السوبر ماركت بيقعد يتلفت حواليه. ساعتها شيلي بتحس بقلق وبتعرف ان هو كده مش هيشتري حاجه، ولما تروح عنده علشان تقول له طلباتك يا فندم فبيقول لها ان هو عايز يروح الحمام. ولما بيروح الحمام بيفضل مستخبي هناك لفتره لغايه ما الظابط بقى يمشي. ولما شيلي هنا تحسب على طلبات لو بتلاحظ ان ميلا بتصور لو من ظهره، والحركه دي بتخوفها جدا. بس لو بقى كان عارف وفاهم المشاكل اللي عند ميلا. وفي الوقت ده بتوصل رساله لو ان في شخص مسلح سارق عربيه لازم ندور عليه. وشيلي هنا بتقعد تتريق على ميلا بسبب الصور اللي صورتها للظابط. وبعدها ميلا بتخرج تعيط لوحدها وتشرب سيجاره. ولما بترجع السوبر ماركت بتلاقي بيلي ماسك سلاحه وبيهدد شيلي، هو بيوعدهم ان هم لو سمعوا الكلام مش هيأذي حد فيهم. وبعدها بيعرفهم ان هو مش مجرم، هو بس محتاج شويه فلوس علشان مديون للعصابه، وهو لو ما دفعش الفلوس دي للعصابه هيقتلوه. بيفضل على كده عزيزي ومش بيبطل كلام، وده بيخلي شيلي تتريق عليه. وبتعرفوا بعدها ان الخزنه بس المديرين هم اللي بيقدروا يفتحوها. بعدها بيلي بيتضايق من كلام شيلي وبيضرب طلقه تحذير كده ليهم. بعدها على طول شيلي بتملى الشنطه اللي معاه فلوس. مش بس كده لا، ده كمان ميلا بتقول ان هي تقدر تفتح الخزنه. وبعدها بتقعد تسبسب في شعرها كده وهي معتقده ان ممكن تلفت انتباه بيلي. وقتها في اب وبنته بيدخلوا المحل، وده بيخلي بيلي يخبي السلاح اللي معاه. وبعدها بيأمر بيلي انها تتكلم معاه كانه صاحبها، ولا بقى يخلص على اي حد موجود هنا في المكان. المهم بعدها الاب وهو بيحاسب بيسأل شيلي عن مكان في المدينه اللي جنبه. وقتها شيلي بتستخدم الفاتوره وكانها بتكتب له العنوان، بس هي في الحقيقه بقى بتطلب منه المساعده. بس وقتها بقى ميلا بترجع وبتاخد منها الفاتوره، وساعتها الراجل ما بياخدش باله وبيمشي. بعد كده بيلي بيطلب الشنطه من ميلا، بس ميلا بترفض وبتقول ان هو لازم ياخدها معاها الاول، وبتوعده ان هي تبقى هاديه ومفيده ومش هتعمل دوشه خالص. بس بيلي بيرفض وبيقول لها انت مجنونه، وده بيأذي مشاعر ميلا شويه وبيخليها تعيط. هو بيلي خلاص مرارته اتفقعت وبيزقها وبياخد الشنطه منها بالقوه. ولما خلاص كان هيمشي ساعتها بتهينه وبتشتمه، وبتقول له بقى انت نادل عشان بتستغل وجود بنتين لوحدهم. ده بقى بيخلي بيلي يضربها وبعدها تقع على الارض. وبعدها بيطلب من ميلا انها تقفل الباب وبياخد شيلي غرفة المخزن. وميلي هنا بتبقى سامعة صوت صريخها، وساعتها ميلي بتزعل جدا وبتروح تعمل كوباية قهوة، وبتروح بعد كده لأوضة المخزن وبترميها على وش بيلي. وبعدها على طول بتضربه بطفاية الحريق، بس هو بقى كان ضرب طلقة اللي جت في شيلي واللي وقعت ماتت على طول. بعدها بعد كده لما بيلي بيفوق بيلاقي نفسه مربوط على كرسي. وبعدها بيلي بيعرف ان كل اللي حصل ده بسببها هي، وهو ما كانش ناوي انه يقتل حد خالص، هو كان واخد الفلوس وماشي في حاله. بس بنلاحظ بقى ان ميلا هنا مش متضايقة. وبعدها بتقعد قدامه وبتسأله هو ليه ما كانش عايز ياخدها معاه. ساعتها بيلي قال لك البت دي شكلها واقعة فيا، وبيخمن بقى ان هي لحد دلوقتي ما اتصلتش بالشرطة، وكده قدامه فرصة طبعا ان هو يهرب. فبدأ يتكلم معاها بهدوء ويقول لها انت دلوقتي ممكن اثق فيكي، وانا كمان المرة الجاية لما اهرب هاخدك معايا. فبترجع تقول له ان هي زعلانة منه علشان لما كان بيهدد شيلي ضربها هي وهي ما عملتش حاجة. ساعتها بيعرف ان ميلا وحيدة وعندها ظروف وحالة نفسية وعندها حتة ضربة كده، فبيلعب بقى على الجزء ده وبيقول لها ان هو ما كانش ناوي يأذيها خالص، بس هي بقى جت كده. فبيطلب منها ان هي تسامحه، وبيطلب منها بعد كده سجارة. وهي بعد كده بتقول ان الإصابة اللي في وشه شكلها حلو مش وحش، وبتقعد تقول له كلام غريب من ده كأنها بتشقطه. ساعتها ميلي بيسكتها وبيطلب منها مسكن للصداع. فبتطلع ميلي على طول تجيب الدواء وازازه ميه، وهي متجاهله الشخص اللي بيخبط على باب الماركت تماما. وبعد ما ترجع بتديله المسكن، وبيرجع بيلي يكلمها تاني ويحاول يقرب منها اكتر. بس المره دي بقى كانت مش متقبله كلامه، وبتقوله ان هي مرتبطه وطلعت بتعمل كده علشان تختبره. فبيلي بيقول لها ان ممكن صاحبها يشك فيها لو جت معاه، فعلشان كده بيقول لها ان هي مش هتنفع تيجي معاه بقى. كلامه ده اثر في ميلا جدا، وبتحس ان هي كان عندها حق وكانت شاكه فيه ان هو بيضحك عليها. علشان كده الدواء اللي اديتوله مش مسكن الام، ده دواء تاني. وبعدها بتربط عينيه وبقه علشان ما يطلعش صوت.
بس هو ساعتها بيقدر يزقها ويحاول يقوم، بس مش بيقدر وبيخبط نفسه بعدها في الدولاب وبيقع. ميلا بعدها بتشوف بيلي بينزف فبتفتكر انه مات، فبتقرر تاخد سلاح وشنطة الفلوس. ولما ترجع المحل كان الراجل لسه واقف بيخبط، فبتروح تفتح له، ووقت ما الراجل كان بيجيب طلباته بتمسك ميلا السلاح وكانت هتخلص عليه، بس في اخر لحظة بترجع في كلامها وبتقعد تعيط. ولما الراجل يجي علشان يدفع الحساب بتترجى انه يمشي بسرعة، وفعلا الراجل بياخد الحاجة وبيمشي من غير ما يحسب اصلا. وبعدها ميلا بتتصل بالشرطة، بس بتقفل بقى اول ما زبون تاني يدخل. الزبون ده بيكون بيري صاحب شيلي، وبيبقى جاي بقى علشان ياخدها، بس بتكذب عليه وبتقول ان هي خلصت الشيفت بدري ومشيت لوحدها. فبيتصل بيري بتليفون شيلي، وساعتها التليفون بيكون مرمي في ارضية المكان، وهو كان واقع لما كان بيلي بيضرب شيلي. ساعتها بيري بياخد التليفون وبيقول لميلا انها تقول الحقيقة، بس هي بقى بتصر على الكذب وبتقول ان هي مشيت مع راجل غريب على فندق. ساعتها بيري بيصدقها وفعلا بيمشي علشان يروح يتأكد. بعدها ميلا بتروح للغابة ورا المحل، وبتشوف بقى اذا كانت هتقدر تحفر الارض ولا لا. ولما ترجع المحطة علشان تجيب جروف بتلاقي نفسها محاصرة من عصابة، والعصابة دي بقى اللي بتدور على بيلي. ساعتها ميلا بتعمل نفسها ما تعرفوش، وبتقول لهم كمان ان المحل مقفول، بس هما بقى مش بيصدقوها وبيبقوا عايزين يدخلوا بأي طريقة. بس ميلا بقى طلعت بنت شقية ومقطعة، وبتطلع مسدس بيلي وبتوجهه ناحيتهم. ولما العصابة تطلع أسلحتهم ساعتها القائد بيقول لهم ان في كاميرات ولازم يمشوا حالا وهيبقوا يرجعوا لها في وقت تاني. ساعتها بقى ميلا بتفتكر موضوع الكاميرات ده وبتعرف ان في دليل على جريمتها، فبتقرر تروح وحدة التخزين بتاعت الكاميرات، بس بتلاقيها مقفولة ومش هتعرف تفتحها. والطريقة الوحيدة بقى اللي في دماغها علشان تتخلص من كل الأدلة دي هي حرق المكان بالكامل. فبتبتدي ميلا بقى تعبي براميل البنزين، بس قبل ما تعمل أي حاجة بقى بيظهر الظابط لول لأنه شاف السيارة المسروقة بتاعت بيلي. ساعتها ميلا بتقعد تحلف وبتقول له إن هي ما شافتش أي حد هنا ومش هتقدر تراجع الكاميرات لأن ما عندهاش الصلاحية دي. وقتها لو بيقرر إن هو يبلغ عن السيارة وعاوز مدير المحطة يجي علشان يفتحوا الكاميرات. ساعتها هي بتعرف إن لو هيفضل هنا علشان يتابع حالة العربية المسروقة، وهو أول ما يخلص المكالمة بتقوله إن هي افتكرت عميل اشتبهت فيه، والعميل ده لما جه يسأل على صاحبتها وسألها كمان على أقرب فندق. هو فعلا بيصدقها، بس لو قبل ما يمشي بيبقى عايز يتفقد المكان بسرعة كده لأنه شايفها متوترة، أو بيبقى معتقد إن في حرامي مستخبي وبيهددها ولا حاجة. بعدها لو هو بيتفقد المكان ميلا بتبقى مستعدة إن هي تضربه بالنار في أي لحظة لو احتاجت ده، بس المفاجأة بقى إن لو مش بيلاقي حاجة وبيسيب المكان ويمشي، وبعدها بيديها رقمه علشان لو ظهر أي حد. بعدها ميلا بتروح مع المسدس تشوف بيلي، بس بتلاقي الأوضة فاضية والأربطة اللي كان مربوط بيها مرمية على الأرض. ولما تروح تبص ورا المحل مش بتلاقي حاجة برضه، فبتفتكر إن هو قدر يهرب ويمشي. ميلا بعدها بتقول كويس يعني بناقص جريمة القتل دي، وبدأت بقى تشوف حياتها وبتبقى عايزة تحرق الأدلة وترش البنزين في الماركت كله. وبعد كده خدت شنطة الفلوس وسابت المسدس كمان، وقبل ما تولع فجأة الكهرباء بتفصل والباب بيقفل وخلاص كده مش هتقدر تخرج. في اللحظة دي بقى بيظهر بيلي وبيسأل عن الفلوس، بس ميلا بقى بتقوله عليا وعلى أعدائي وبتهدده إن هي هتولع في المكان باللي فيه. في الوقت ده عزيزي بيرجع بيري علشان يعرف شيلي راحت فين. وقتها كان بيلي بيحاول يهرب من الباب الخلفي وميلا بتحاول تروح وراه بس هو كان قفل الباب. وبعدها راح لبيري وبيعرفوا إن ميلا خلصت على صاحبته شيلي، وميلا هنا بتحاول تفهم بيري إن بيلي ده حرامي، بس في الوقت ده بيلي بيهجم على بيري وبيخلص عليه. بعدها ميلا بتقرر تتصل بالظابط، بس قبل ما تلحق تقول له أي حاجة كان بيلي كسر إزاز السوبر ماركت بالعربية. ساعتها ميلا بتخاف وتستخبى، ودي بتكون فرصة بيلي اللي بياخد شنطة الفلوس والسلاح بتاعه، بس ميلا بقى بتقوله إن الشرطة زمانها جاية. ساعتها بيلي بيتخنق بقى من البت دي وبيقرر إنه يموتها، وهنا بنعرف إن ده اللي ميلا كانت عايزاه أصلا، لأنه فعلا أول ما ضرب بالمسدس اللي كان غرقان بنزين المكان كله بيولع، وبيلي بيروح في خبر كان والنار كانت محاصرة ميلا، بس لحسن الحظ كان جنبها طفاية فبتاخدها وتطفي النار اللي عليها. وبعد ما تخرج من المحطة في اللحظة دي بيوصل له، وساعتها بيشيل ميلا وبيبعدها عن المكان وبيعتذر لها إن هو مفضلش معاها، وكان بيبقى متضايق جدا إن هي كانت هتتأذي. ساعتها ميلا بتبصله بإعجاب وبتعرف إن هو كان اعتذاره صادق، وإن هو الشخص الوحيد بقى اللي اهتم بيها ويستحق فعلا حبها. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع على كلمتين وتقولي في الكومنتات عايز فيلم المرة الجاية.